مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم أنا حياة بوصفة صحية وكيتونية جديدة. إذا كنتوا أول مرة بتتابعوني لا تنسوا من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكن كل جديد، ولايك للفيديو لحتى يشوفوا أكبر عدد من المتابعين. وصفة اليوم هي كعك الشاي للكيتو دايت، وصفة ولا ألذ من هيك، ومثل ما عودتكم دائما وصفة سهلة وسريعة ولذيذة بنفس الوقت. من دون ما نطول خلونا نشوف مكونات هالوصفة. بحتاج لحبتين من البيض، 3 معالق من الجبنة الكريمي، 4 معالق كبار من سكر الإكسليت. السكر اللي أنا استخدمته جايبته من الدي ام، هذا هو السكر اللي أنا استخدمته. معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من خل التفاح، ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، رشة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبحتاج ل220 جرام من طحين اللوز، جايبته هذا من الليدل، هذا الكيس. وبحتاج طبعا لسمسم، السمسم اللي بتفضلوه محمص أو غير محمص تستخدموه ما في مشكلة. والجبنة الكريمي كمان جايبتها من الليدل، حبيت إني أفرجيكم إياها. أول شي رح أعمله رح أضيف البيض، وبضيف عليه رشة الملح الصغيرة ومعلقة الخل، وبخفقهم كتير منيح. بعد ما أخفقهم بضيف عليهم السكر وبرجع بخفقهم من أول وجديد. بعدين بضيف زيت الزيتون، ممكن بدال زيت الزيتون تستخدموا 20 أو 25 جرام من الزبدة الحيواني أو زيت جوز الهند، ما بتفرق. بعدين ضفت عليهم الجبنة الكريمي وحركت المكونات مع بعضها لامتزجت كتير منيح بهذا الشكل. بعدين بضيف طحين اللوز، طبعا بضيفه بالتدريج لأنه ممكن من نوع جبنة لنوع جبنة بيفرق، يعني ممكن ياخد 200 جرام، ممكن 220 جرام حسب نوع الجبنة. بحرك المكونات مع بعضها، وبعدين بضيف عليهم البيكنج باودر والكربونات الصوديوم. مثل ما قلت لكم البيكنج باودر استعملت حوالي المعلقة الصغيرة، مو أكتر، لأنه إذا استخدمت أكتر من معلقة صغيرة ممكن تنفش حبة الكعك أكتر، وأنا ما بدي إياها، أنا بدي إياها بس تترحرح شوي لحتى ما تطلع عندي معجنة. بهذا الشكل لازم العجينة تكون بهذا الشكل متماسكة ولينة بنفس الوقت. هلأ بنجي للسمسم، حطيت حوالي كوب من السمسم، وبحط عليهم السكر مثل ما أنا بحب، حسب الرغبة. أنا حطيت حوالي معلقتين 3 سكر، وحط عليهم 4 معالق من زيت الزيتون. ممكن مثل ما قلت لكم بدال زيت الزيتون تستخدموا زيت جوز الهند، ما بتفرق. بعدين بحرك السمسم والسكر والزيت لحتى يصير السمسم رطب وأقدر إني ألزق عليه، لزق عليه العجينة. هلأ بصير باخد كمية صغيرة من العجينة، كورها بهذا الشكل، وبعدين بحاول إني دحرجها فوق السمسم. هلأ لو طلعت معكم ما كتير رفيعة ما بتفرق، لأني أنا رح أظبط شكلها على الصينية مثل ما أنا بحب، لأني إذا هي مو طرية العجينة، فأول ما بتعملوها براحة إيدكم رح تحسوها طرية. فلهيك انتوا عملوها، يعني حاولوا تشكلوها، لو إنه ما زبطت منيح بس تحطوها على ورقة الزبدة على صينية الخبز بتزبطوها مثل ما انتوا بدكم. طبعا حاولوا ترفعوها، لأنه مثل ما قلت لكم بس تنفش وتترحرح رح تاخد حجمها مزبوط بهذا الشكل. طبعا الفرن محمى من فوق ومن تحت على درجة حرارة 160، وممكن إنه تخلوه على 180 كمان حسب طبيعة الفرن عندكم. هلأ بحط على الرف اللي قبل الأرض بشوي، يعني الرف اللي قبل الأرض. شايفين المراحل كيف عم تصير؟ طبعا بتصير من فوق وتحت مع بعض، ما في داعي إني أرفعها، بس يصير لونها ذهبي بهذا الشكل برفعها، بطلعها عفوا من الفرن وبتركها لحتى تبرد تماما، ما بدقرها هلأ أبدا لحتى تبرد عفوا. بس بردت صارت عندي جاهزة. ممكن تقدموا كعك الشاي جنب الشاي، أو حليب جوز الهند، حليب اللوز، القهوة. بكل الأحوال الوجبة كتير لذيذة، وإن شاء الله رح تعجبكم بإذن الله. طبعا أنا عملتها من قبل على جروبي على الفيسبوك وصفات حياة الصحية، عملت منه كعك مالح وعملت الكعك الحلو، وحبيت إني أعمل الوصفة فيديو لحتى تشوفوها عملي. إن شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم يا رب. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير، باي باي.